بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن الآن بداخل مسجد ابن ماجة، بالضبط في بلدية سيدي بن عدة. واليوم السبت 8 أبريل فيه حملة للتبرع بالدم في نطاق البرنامج المسطر بين الجمعية ومديرية الشؤون الدينية. ونحن الآن هنا أولا نأخذ كلمة من عند إمام المسجد اللي منذ 24 ساعة وهو يحث المصلين والصائمين على هذه الحملة اللي جات هنايا الليلة في بلدية سيدي بن عدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، يشرفنا أن جئتمونا في هذا المسجد في هذا اليوم العظيم، ونحن جميعا شركاء في هذا الأجر، وخاصة التبرع بالدم. وأنتم دائما لكم مجهودات كبيرة في المساجد وفي ضواحي هذه الولاية عين تيموشنت، وأنتم تقومون وتسهرون على المرضى، وهذا أمر عظيم من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: في عمل الخير. وأنتم في هذا الباب، وخاصة ونحن في شهر رمضان، شهر التنافس وشهر المواساة وشهر الصبر وشهر الإكرام، والمرضى بأمس الحاجة إلى هذا الدم، لهذا التبرع بالدم إلى هذا المقدار، وأنتم مشكورون. والله سبحانه وتعالى يوفقكم في جميع الأعمال يا رب آمين. وفي جميع الأحوال. آمين. وأن ينصركم على هذا، وأن يوفقكم على هذا الأمر آمين. العظيم الجلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يجمعنا في جميع هذا الأجر والثواب. والله سبحانه وتعالى يتقبل من العمل الصالح، وأن يوفقنا في جميع الأيام والليالي إن شاء الله يا رب آمين. معنا السي عبد القادر بوتجاني، هو إمام متقاعد، هو من بلدية سيدي بن عدة، هو من أصدقاء وأحباب جمعية جابر بن حيان للتبرع بالدم. هو دائما يكون همزة وصل، من ما نجيكمش نديروا همزة وصل بيننا وبينكم. مشكور على هذا. وهو مشكور. سي عبد القادر، الكلمة، وإحنا هنا ضيافة القافلة نتاع حملة التبرع بالدم، ضيافة على بلدية سيدي بن عدة، وإحنا في هذا الصرح الرباني، مسجد الصحابي ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. أقول لكم أخواني الكرام، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ومرحبا بكم في بلدية سيدي بن عدة. وإننا لمسرون بهذه الزيارة المباركة التي أفرحت كل أهالي بلدية سيدي بن عدة، وأنتم تسعون إلى الخير كل عام، وخاصة رمضان الماضي. وهذا السعي كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. فكل المسلمين يتبرعوا بالدم اليوم في هذا المسجد ابن ماجه وهذه البلدية سيدي بن عدة، فيعلمون بأنها صدقة جارية، ويعلمون كأنهم أحيوا نفسا، كما قال الله تبارك وتعالى: من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. فإنسان لا يندم إذا تبرع بالدم، فهو صدقة جارية. وأنتم أخي الطبيب والحكيم سي دكتور أغا والأخ سي زناقي، على كل حال أنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شكرا عن هذه الجمعية المباركة الطيبة التي يعني أنها تدور وتجول حول ولاية عين تيموشنت في جميع المساجد حول التبرع بالدم. نعلم بأن هذا التبرع الدم إلى أين يذهب؟ إلى المرضى، خلاص، إلى المرضى، وخاصة إذا كان هذا المريض سواء كنا نحن أو كان أبي أو أخي أو أختك أو كذا، فإنه ينفعه هذا الدم. ولهذا
ننصح إخواني الكرام، الإنسان اللي يكون خصه الدم لابد أن تسعوا معه، أن تسعوا معه، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين. شكرا أستاذ سي عبد القادر. إخوان الكلمات تبغوا شكون يدي كلمة؟ دونك قالها السي عبد القادر. دونك احنا واش نقولوا اولا السي عبد القادر احنا نشكروا مدير الشؤون الدينيه انه نسق معنا كثير الى حد انه فسح لنا المجال نذهب اينما اردنا وحيثما اردنا، سواء في حملات التبرع بالدم او في الندوات اللي نقومها في المساجد بعد صلاه العصر. وهذا مشكور الاستاذ باخو على هذه اليد الممدوده للجمعيه. وحنا نعرف باللي هذا التواصل ما يكون الا عن طريق هذيك الثقه اللي تكون موجوده، اللي تكون الجمعيه فرضتها في الميدان، ويجي المدير ويلقى هذا العمل فيواصل في هذا التواصل مع الجمعيه. وحنا نشكروه ونشكروا كل الائمه اللي زرناها في 28 بلديه، وفي كل بلديه ما كانش غير مسجد، كاين مساجد كثيره، وين ما نمشوا نلقوا الاستقبال والحراره وكأن اخ زار اخاه. وهذا كاع نسعوا في هذه الايه الكريمه: ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. ونشكر السي محمد الامام السي محمد الزين الذي بلغ الرساله حول مجيئكم الى هنا، ويعني وتكلم مع الجماعه. الحمد بارك لله. الله وفي اخر صلاه التراويح عاود نبه الاخوان. احنا الحمد لله ربي يجازيه. ربي يجازيه. رب الشر يتقبل منهم. شكرا.